حلقة النهارده رجعنا بحلقات اخطاء الافلام، وفيلم النهارده هو فيلم مختلف عن الفيلمين اللي احنا كنا اتكلمنا عليهم قبل كده، لان الفيلم ده اساسا مشكلته ما كانتش في الاخطاء بتاعته، هي مشكلته في ان هو ما فيش فيلم اصلا. الفيلم طبعا هو فيلم علاء الطرب بالثلاثه، واللي نزل سنة 2006، واللي من بطولة محمد عطية وريكو وسعد الصغير دينا وريهام عبد الغفور وسليمان عيد. عشان ما نطولش هات حاجة تاكلها او حاجة تشربها عشان تعرف تركز معايا في الفيلم، ويلا نبدا الفيلم ونشوف هو بيقول لنا ايه النهارده. طيب بيبتدي الفيلم بمشهد كده لمحمد عطية وريهام عبد الغفور وهم قاعدين على السفرة في البيت، وسليمان عيد بيقدم لهم الاكل. فمن باب الله شيء كده بقى بنلاقي اداء مفتعل جدا، وبتبدا ريهام عبد الغفور تقول لمحمد عطيه على سر خطير جدا. انا عاوز اعترف لك بحاجه يا احمد. يا جماعه الاداء ده احنا لسه بنبدا الفيلم، الله يكرمكم. كريم ابننا مش ابنك يا احمد. امال ابن مين؟ هبه بنتنا كمان مش بنتك. امال بنت مين؟ يعني ضروري عايز تعرف؟ استاذه ريهام يعني ايه ضروري عايز يعرف؟ مش فاهم يعني حاجه زي دي لو انا مش عايز اعرفها هكون عايز اعرف ايه مثلا؟ ابوها يبقى سمير اخوك الكبير. طب يا عم الحمد لله ما طلعش حد غريب اهو، الموضوع طلع بسيط يعني، طلع اخوك الكبير. مستحيل، هبه بنتي مش ممكن تعمل كده ابدا. هبه بنتك تعمل ايه حضرتك؟ هي مالها بالموضوع يعني؟ هي ما عملتش حاجه، الست هي قاعده في حالها ما عملتش اي حاجه. اللي في بطني كمان يا احمد مش ابني. ده انت متعوده بقى، الموضوع عندك عادي يعني. يا عم انت بتغرق، بتقول لك اللي في بطنها مش ابنك. فالمهم يعني بنشوف استاذه ريهام وهي بتكمل وبتقول له ان اللي في بطنها ده ابن حد عايش معانا هنا في البيت، فهو طبعا بيقرر انه يقفش سليمان عيد لان مفيش حد غيره عايش في البيت معاه هنا. بيني وبينك تحليل الدي ان ايه. الغريب بقى ان احنا بنلاقي ان سليمان عيد بيصدق وبيقول له ان انا ما بيني وبينك تحليل الدي ان ايه. العبيط شربها. شرب ايه حضرتك؟ هو بضحكوكوا ده هو ما بعدش 3 مللي عن السفره، يعني هو لسه واقف معاكم في نفس الاوضه ما سمعش اللي انتوا بتقولوه؟ مع اني وحيد وما عنديش اخوات. ما خدتش بالي. نعم حضرتك، يا ما خدتيش بالك من ايه؟ معلش ما خدتيش بالك ان جوزك ما عندوش اخوات؟ لسه متفاجئه بالموضوع ده دلوقتي يعني. وبعدين احنا متجوزين بقالنا شهرين بس، يعني ما لحقناش نخلف. ثانيه بس يا جماعه والنبي الله يكرمكم، عشان الفيلم داخل علينا بهب وانا مش فاهم لحد احنا كل ده بقالنا تقريبا 3 دقائق في الفيلم، يعني دول 3 دقائق. يعني ايه حضرتك متجوزين من شهرين والسفراجي بتاعكم صدق ازاي؟ يعني معنى ان انتوا متجوزين من شهرين ان البيت ده كان فاضي من شهرين ما كانش فيه حد، السفراجي ده لسه شغال معاكم من شهرين، يعني ايه بقى صدق الفيلم اللي انتوا عملتوه ده واخد بعضه وطلع يجري؟ ما علينا، المهم ان هم بيقرروا يكملوا التمثيليه بتاعتهم دي يعني، وبتقول له ان هو دورك انت بقى اللي تمثل بس انا عايزه اداء مقنع. فهو بيقرر بقى ان هو يلف برويته كده زي ما انت شفت عشان يبدا يستوحي المكنون بتاع الدور بقى. ولو اخدت بالك من حاجه وهو بيلف هتلاقي ان الكل اللي هو لابسه مرفوع لفوق، ركز في النقطه دي عشان هنحتاجها في اللي جاي انا متاكد. كل النساء اللي كنت اعرفهم قبل الزواج. ده اداء واحد ما كملش ثالثه ابتدائي، لو انت شايف ان ده اداء مقنع دي مشكله كبيره احنا محتاجين نقعد نتكلم فيه. المهم يعني ان هم بيكملوا ادائهم التمثيلي الفظيع ده، وفي وسط ما هم بيتكلموا بتبدا بقى الاحداث تنفجر مره واحده. استاذه ريهام بتشوف نطفه روج كده على رقبه استاذ محمد عطيه، ما تفهمش تحس كده انت لو بصيت على النتفه بتاعت الروج دي تحس ان اللي بايساه كانت فامباير تقريبا. وبعدين اصلا هو من 3 ثواني بالظبط لما اتعدل برقبته عشان يأدي الدور ده كانت رقبته نظيفه ما فيهاش اي حاجه زي ما انت شايف كده قدامك. فاحنا واقفين بنتكلم في نفس اللحظه بقى في الروج على رقبته، ما تفهمش ده جه منين. فبنشوفهم هما بيكملوا الخناقه يعني، واستاذ محمد عطيه بيحاول يهديها لحد ما بتروح ضربه له لوح الرسم بتاعته كده ومكسرها له في الارض. فهو بقى بيتعصب، ازاي يعني؟ ازاي تبقى بتتهمه بالخيانه؟ ده شيء عادي، انما تكسر لوح الرسم لا انت كده افورت. فبيتعصب وبينفعل وبيقول لها ان العيشه معاها ما بقتش تطاق الصراحه يعني، وبيسيبها ويمشي. فهي بتزعق له بقى وهو ماشي. حضرتك بتكلمي مين؟ هو مشي بقاله ربع ساعه، كل ده زعيق هو ما سمعهوش على فكره. فبنكمل المشهد بقى وبنطلع على الكباريه اللي في الحاره بتاعته اللي هو كان متربي فيها، وبنلاقي ان هناك في مظاهره ومطلب جماهيري ان خوخه تطلع ترقص، اللي هي طبعا مين؟ اللي هي دينا. بس استاذه خوخه انت فين حضرتك؟ الناس كلها بتندى عليكي بقالها ساعه مش عارفه اسكتهم. فرص بلاش الا ما شفتكم نفعتوا المحل ولا طلبتوا طلب. امال هي الحاجات اللي قدامهم على الترابيزه دي انت مديها لهم هديه ولا ايه يعني؟ انا مش فاهم، ما الناس طالبه اهي وزي الفل والحاجه قدامهم على الترابيزه. انت يا بنت بتعلمين المشي ولا ايه؟ كوميديا في حته تانية بجد والله، يعني كوميديا ما شفتهاش قبل كده. فبنشوف استاذ سعد وهو داخل مع البنات بقى والدنيا كلها يعني بتسلم عليه، وبعد كده بيقف يتكلم مع ريكو ودينا. نفسك عصفوره. هو ايه الرياكشن ده يعني؟ سعد عايز يقول ايه؟ مش فاهم. بنكمل بقى وبنلاقي استاذ حجاج واستاذ صامبو داخلين كده، اللي هم المفروض دول الفيلم بتاع القصه بتاع الفيلم، دول الاشرار اللي موجودين في الفيلم. Can I help me؟ ايه السؤال حضرتك معلش؟ Can I help me؟ فهمت تمام. كمل. بيوصل بقى استاذ محمد عطيه للكباريه وبنشوف هو داخل كده ودينا بتجري تلقفه قبل ما حد تاني من الستات ياخده يعني. انتوا عرفتوا منين ان عيد ميلاد النهارده؟ يعني ايه عارفوا منين النهارده عيد ميلاد؟ مش انت متربي مع الناس دي المفروض؟ ولا احنا فين هنا ولا بنعمل ايه؟ المفروض بقى ان احمد بيحتفل مع صحابه هناك وبيكملوا حفله عيد ميلاده يعني، وبنلاقي نفسنا عند استاذه ريهام في الفيلا وهي متضايقه وبتحكي مع ادريس السفراجي. تصور احمد يسيب حفله عيد ميلاده ويخرج والبس واستناه ما يجيش. ما هو احنا بنتخانق الصبح وبنيجي بالليل نحضر عيد الميلاد عادي. هو انتوا مش متخانقين الصبح والراجل مشي وقال لك عيشتك ما تطقش؟ ما اقدرش انا بحبه.
هو الهب. انا برضو ما فهمتش هي ليه متضايقه ان احمد بيخونها، رغم ان هي ما شاء الله يعني لحد دلوقتي مقضيه نص الفيلم مع ادريس بتحكي معاه وبتقول له على اللي في قلبها ومقضيينها ضحك وكركره. ما هي دي تعتبر خيانه برضو. انا مش فاهم يعني ايه ادريس ده مش راجل مثلا؟ لا يا عصفوره لا يا جماعه بلاش، انا هعمل لكم، انا عارف نفسي والله. اذا كنت انا اللي ما بشربش هشرب. طب احنا متقابلين ليه في الكباريه طالما كلنا امام جامع كده؟ ما نقعد في اي حته تانية، يعني ايه اللي جابنا الكباريه مش فاهم. فبعدها بقى بنكمل وبنروح على مشهد جميل جدا، وهو ايه؟ ان بتبدا اغنيه في الفيلم ريكو بيغنيها لدينا، وهي اغنيه الخوخه بتجري ورا الخوخه. بتجري ورا الخوخه عايزه خوخه. فالمهم ان احنا بنطلع من الكباريه يعني، وبنلاقي بقى استاذ محمد عطيه بيعرض على استاذه دينا ان هو يرسمها، وهي بتقول له لا. وانت سكران؟ لا يا اخويا انت مالكش قلب. انا هوضح لك فستان ينفع قوي في غيرت رايها في ثانيه، وهي اللي هتنقي الفستان كمان. في وسط بقى ما البنات جايين مستعجلين من بره، تقريبا وراهم اوردر تاني يعني فعايزين ينجزوا، بتيجي استاذه ريهام وتطب على البيت هي كمان. افتح يا جبان. استنى ايه؟ ده بيخوني. عنصر المفاجاه بالنسبه لها كان رهيب. يا ماما ما انت عارفه من الصبح انت متخانقه معاه في البيت عشان هو كان بيخونك وكان على رقبته روج اصلا، وبعدين هو مش الروج اللي انت حاطاه ده، هو الروج البيئه اللي انت قلتي الصبح ان انت ما بتحطيهوش. بالظبط كده. انا اسيب البنات مرمين في اي حته بره عادي واخبي اصحابي الاولاد في الدولاب، يعني عشان ما تفهمش برضو حاجه غلط، يعني البنات اهون من الولاد. بتقول لي اسالهم ليه مشيتهم؟ يا بنتي ما انت اللي مشيتيهم، هو ما مشاش حد، انت اللي شدتيهم من شعرهم وطردتيهم، يعني انت غريبه جدا. يعني الصبح انت طرداه هو ومستنياه بالليل في حفله عيد الميلاد، ودلوقتي ضربتي البنات وبتدوري عليهم عشان تساليهم. ما تيجي بقى يا احمد. استاذه دينا هو انت كنت فين؟ يعني الناس كانت نايمه اصلا في البتاع بره، انت كل ده بتلبسي الفستان؟ دي خوخه بنت عمي. كداب. انت ما عندكش عمام اصلا. جميل قوي. يعني انت فاكره وعارفه ان جوزك ما عندوش عمام، بس الصبح ما كنتيش فاكره وما اخدتيش بالك انه ما عندوش اخوات. فبنكمل بقى الخناقه يعني، وبتقعد تصوت زي ما هي بتصوت دايما، وبنكمل ان هو بيجري وراها في الشارع عشان يحاول يهديها. فهي بتقول له لا، واحده جوزها خانها مع 3 مره واحده ولسه مكتشفه ده، اكيد هي متنرفزه طبعا، اكيد مش هتسيبه يصالحها كده عادي. ما تفيش انا سحبت كلام، هي اهدي واحده سابته يركب العربيه وهنطلع مع بعض عادي ولا كأن في اي حاجه. المهم بقى ان احنا بنكمل الخناقه وبيفضلوا راكبين العربيه، هي تقول له طلقني وهو يقول لها مش هطلق، طلقني مش هطلق. المشهد اللي بعده على طول بتقول له من فضلك طلقني، قال لها حاضر انا هطلق. من فضلك طلقني. حاضر يا منى. يعني الموضوع كان محتاج ان هي تحترمه بس من الاول، تقول له من فضلك. فانا مش فاهم بصراحه لحد دلوقتي، انا لحد دلوقتي عايز افهم يا جماعه احنا الفيلم هيبدا امتى؟ لحد دلوقتي انا عديت تقريبا تلت ساعه من الفيلم، وبالنسبه لي الفيلم انا مش فاهم احنا هنا بنعمل ايه، ولا قصه الفيلم ايه، ولا ايه المشكله يا جماعه، ولا احنا يعني فين الفيلم؟ الفيلم هيبدا امتى؟ طبعا اتطلقوا لازم استاذ محمد عطيه يغني، ولا هو ريكو اللي هيغني لوحده في الفيلم؟ احنا معانا 3 مطربين بالصلاه على النبي، سعد وريكو ومحمد عطيه. بنكمل بقى الاحداث، استاذ محمد بيكمل اغنيته للاخر، وبعدين بنروح لمشهد كده وهو بيرسم استاذه دينا في البيت يعني، وهي بتقول له كل سنه وانت طيب. تقريبا استاذ محمد عطيه طالع الفيلم ده عشان يتقال له كل سنه وانت طيب. بقالي سنه كامله ما شفتش منى. ايوه يا ابني ما انتوا اتطلقتوا، ما طبيعي ان انت ما تشوفهاش، يعني ايه الفكره مش فاهم. ربنا يكبر بخاطرك يا اخويا. الا جوزي عمره ما قالها لي. طب ما طلعت متجوزه اهي، طب ما احنا زي فين بقى جوزها ده اللي سايب مراته بسم الله ما شاء الله الله اكبر يعني. يو دي منى. هي مين اللي منى حضرتك؟ دي يعني دي المفروض دي استاذه ريهام، دي شبه الموناليزا اساسا، ما فيهاش اي حاجه من استاذه ريهام. انت لسه بتحبها يا احمد؟ انا مش فاهم الفيلم اللي كله بيتفاجئ فيه ده. ايوه يا بنتي ما هو لسه قايل لك من شويه ان هو ما شافهاش بقاله سنه، اكيد لسه بيحبها يعني. انت سيد غضب فاتني لوحدي. ربنا يفك سجن اخوخ. الحمد لله يا جماعه عرفنا الراجل طلع مسجون، عشان ما نبقاش يعني ظالمينه طول الفيلم، الراجل ما يعرفش حاجه عن اللي هي بتعمله. ما اصلنا يعني اتفقنا ان هو يرجع لي كل الهدايا اللي اديتها له. حضرتك هدايا ايه اللي انت رايحه تاخديها منه بعد سنه من الطلاق؟ يعني انت لسه فاكره هدايا زمان هو رماهم يا ماما. وبعدين انا مش فاهم احنا ليه بقى لنا 25 دقيقه من الفيلم في عيد ميلاد استاذ محمد عطيه؟ يعني هو الفيلم ده تكريما لعيد ميلاده ولا احنا ايه؟ طيب انا مش فاهم. النهارده عازمك عزومه ايه كده بمناسبه عيد ميلادك، بس مش هقول لك بقى اعمل لك مفاجاه انما ايه. استاذ سعد يعني والله انا عندي تعليق، يعني احنا في الطبيعي في عيد ميلاد اي حد بنجيب له ساعه، بنجيب له برفيوم، مش كل سنه في عيد ميلاده نجيب له نسوان، وكل سنه مراته تطب وتخرب له بيته. اشتيني قوي يا اخوخ. استاذ سيد انا بص عندي كميه حاجات اقولها لك، استاذه خوخه مهربده الدنيا بره، ايشي بقى كباريه ورقص وبتترسم، ويعني بص الدنيا خربانه. انت فين يا اسطى من الصبح؟ اوعى اسمع في يوم من الايام ان انت خرجت بره البار. يعني انا امال انا عمال اشتكي لمين من الصبح؟ ده انا عمال اقول احنا رايحين لعم سيد بقى وهقول له وهحكي له، عمال اهددها من الصبح. عادي انت عادي ما يعني انت مشكلتك اساسا ان انت مش عايزها تخرج من البار. ايوه كده حبيبتي، ساعديني عشان احافظ عليكي. لا رجاله يعني ونعم الرجاله بجد والله. قعدتك في السجن احلى على فكره، خليك قاعد على الاقل مش هيتقال عليك كلام وحش انك بره، كنا بنقول ان انت في السجن. المهم بقى ان احنا بنكمل في الاحداث، وبنلاقي ادريس راح يسال سعد الصغير على مكان احمد، وبعدها بنشوف سامبو وهو داخل يساله نفس السؤال، فين بار خوخه؟ فين بار خوخ؟ يا ابني هو مش ده نفس البار اللي احنا شفناكم فيه في اول الفيلم؟ وهو ده بار خوخه اللي انتوا رحتوا تقعدوا فيه؟ يعني انتوا اصلا بتيجوا المكان وعارفين ان ده بار خوخه؟ يا ربنا على الاغاني اللي مش هنخلص منها. ما طبعا عدى 10 دقايق في الفيلم من غير اغنيه، فيعني هنغني بقى.
بروح بقى بعد كده استاذ حجاج واستاذ صنبو وهم بيسلموا البضاعه في الكباريه عند خوخه، فبيسمعهم واحد من الزباين اللي قاعدين ويقرر ان هو ينصب عليهم ويقول لهم ان هو اللي جاي يشتري وياخد الشنطه ويطلع يجري، وبنشوف مشهد مطارده يعني ولا احمد السقا. وهم بقى بيطاردوا بعض بيسيبوا الحاره كلها وبيكملوا مشهد المطارده في البيت عند احمد اللي طبعا قاعد هو وصحابه اللي هم سعد وريكو بيحششوا فمش حاسين باي حاجه. هو الفيلم مشاهده بتتعاد ولا ايه اللي بيحصل؟ هو مش المشهد ده احنا شفناه في الاول ولا انا اللي عدت الفيلم ولا ايه اللي حصل؟ انا جاي اخد حاجاتي. انا بحبك قوي يا منى. يا جدعان هو ايه اللي بحبك قوي يا منى؟ دي جايه تاخد حاجتها يا ابني. انا لازم امشي. يا استاذه الحاجه اللي انت جايه تاخديها وبعت سليمان عيد امبارح هو في الحاجه دي مش هتاخديها ولا ايه؟ مش مهم، ابقى اجيبها وقت تاني. دي تلاكيك بقى يعني. امال انت جايه ليه طيب؟ جيتي ليه يعني عشان تقولي له احنا مش لبعض يا احمد وتاخدي بعضك وتمشي؟ تحب انزل معاك اوصلك؟ يا ريت. هو ايه اللي يا ريت؟ هو انا تعبت والله العظيم تعبت. هو الفيلم ده هيبدا امتى يا جماعه؟ الفيلم هيبدا امتى والله؟ هو ايه اللي يا ريت؟ هو مش حضرتك زعلانه ومش طايقاه احنا مش لبعض يا احمد؟ نازل يوصلك ليه طيب؟ طبعا بعدها بنكمل المشهد وبياخد منى وينزل عشان يوصلها، فاهل الحاره بيتجمعوا وبيقرروا ان هم يصالحوهم على بعض بالطريقه اللي انت شايفها دي. الحاره دي مدرسه الحب وكان انا متعلم فيها. طبعا يعني لو انت عايز تقنع اي واحده ان في واحد بيحبها هتغني. طب فهنعمل ايه؟ هيغنوا. احنا العيال البيئه الطحن. ايه الفخر اللي انتوا فيه ده؟ مش فاهم يا اسطى. سيد خوخه طلعت من الكباريه ومقضيها رقص في الحاره كلها. يا اسطى انت فين يا اسطى؟ بيخلصوا بقى الاغنيه وبتاخدوا وبيرجعوا البيت وبتقولوا نورت بيتك يا حبيبي يعني، وهو داخل بيقابل حماته. شكلكم كده استلحتوا. لا حضرتك هو كمان جاي ياخد حاجته، ما هي راحت تاخد حاجتها وهو جاي ياخد حاجته. ما داخلين سوا بتقولوا نورت بيتك، هيكون ايه يعني؟ اكيد اتصالحوا. انا عايز اعرف حاجه دلوقتي، اللي في بطنك ده يبقى ابن مين؟ فاهميني؟ والله انا قلت بنعيد مشاهد الفيلم والله ما لاقيين حاجه نقولها. احنا بناخد المشهد نعدي بعده 10 دقايق نغني فيهم ونرجع نعيد المشهد تاني. والله بنعيد مشاهد الفيلم. المهم ان احنا بنكمل يعني وبنروح لمشهد ان الاثنين الاشرار بتوع الفيلم بيدخلوا لاستاذه خوخه الكباريه بتاعها وبيوقعوا الكراسي اللي في الكباريه عشان بيدوروا على سعد وريكو، فهي بتقول لهم ان هي ما تعرفش وانهم موجودين في سينما علي بابا. ما اعرفش، راح سينما علي بابا. فزي ما انت شايف كده بنلاقي ريكو وسعد بيشربوا حشيش في السينما، فبتيجي الحكومه وتاخدهم وتوديهم على الحبس. ابو الغضب يا جدعان هو مش ابو الغضب ده كان في السجن؟ ايه اللي وداه الاسم دلوقتي؟ ولا هو سعد اتحكم عليه وراح على السجن على طول؟ ولا احنا فين هنا ولا بنعمل ايه والله؟ الناس راح فين؟ ما ناس طلعت عاطف وجابوا لنا هنا اتجار. يعني ايه بهنسي طلع تعاطي؟ ما التعاطي دي قضيه حضرتك. يعني هم ليه حبسوك انت اتجار وتعاطي مشوا بهنسي؟ ما بهنسي هيتحبس تعاطي وانت تتحبس اتجار. المهم بقى بنكمل وبيقرر سعد وابو الغضب يعني وهم مترحلين ان هم يبقوا يهربوا، وانا مش فاهم ابو الغضب بيترحل في ايه؟ هو اصلا ابو الغضب كان في السجن. ما طبعا لازم يهربوا يعني. هو ما فيش عربيه ترحيلات في الدنيا بتبقى ماشيه لوحدها كده وما فيهاش غير عسكري، يعني عربيه ترحيلات معموله عشان يهربوا منها. المهم بقى ان احنا بنهرب وبيقرر ابو الغضب ان هو يطلع على البيت عنده، ولا بقى حكومه هتسال ولا ناس هتدور عليه ولا ده راجل هربان فالحكومه طبيعي هتبقى عنده ولا اي حاجه من الكلام ده. وهان عليك تسيبني الفتره دي كلها يا سيد. حضرتك ما هو كان مسجون وبعدين هو مش جاي لك فسحه، ده هربان اساسا. يعني ايه يهان عليك تسيبني المده دي كلها؟ فيعني ايه بنحط سعد في موقف وحش كده زي ما انت شايف يعني لحد ما هو يخلص. بعدها بقى مش يقرروا ان هم يروحوا يفكوا الحديد ده عشان نلاقي حل، لا بيخش يستحمى ومعاه سعد عادي جدا. اللي شاغلني دلوقتي انه مش فاضل في الفيلم غير 20 دقيقه وانا لحد دلوقتي ما اعرفش الفيلم هيبدا امتى. يا جماعه الفيلم هيبدا انا ما اعرفش احنا بنعمل ايه يعني. القصه لحد دلوقتي ان انت بتشرح لي حياه محمد عطيه، انا ما شفتش اي قصه في الفيلم لحد دلوقتي. يا جماعه الفيلم هيبدا امتى؟ خطفوني وامهم ضربتهم وهربتني وقمت جيت على هنا على طول. طب يلا نروح نرقص لك رقصتين لحسن من الصبح الناس كانت وش. ابو الغضب يا جدعان ابو الغضب يا جدعان هرمونات الرجوله طافحه في وشنا منه قسما بالله. كميه رجوله انا ما شفتها. مراته بتقول له كنت مخطوف، ساب الخطف وقال لها روحي ارقصي للرجاله عشان كلوا وشي. فخلاص فهمنا المنطقي ايه اللي هيحصل. استاذه ريهام هتصرخ وتتخانق هي واحده. ايه دي ولا عاليه مجنونه؟ احنا ازاي وانت جايب لي حساب المجتمع يتخانقوا معانا؟ بننط بقى من مشهد الخناقه مره واحده كده كات بتحصل وبنلاقي نفسنا عند القطر عشان سعد الصغير وابو الغضب يفكوا الحديد اللي ماسكينه في ايديهم. اي بني ادم في الدنيا هيفكر في الموضوع ده المنطقي ان حضرتك تروح لحداد هيقطعه عادي جدا. لا ازاي بقى؟ احنا بنروح ننام تحت القطر عادي جدا. وسبحان الله برضو ان الكلبشات اللي المفروض بتبقى ضيقه جدا مره واحده بقى طولها 3 متر زي ما انت شايف كده. نايمك هنا يا ابن المجنون انت وهو. الله ده استاذ احمد السبكي اهو. يعني ينفع برضه يا ريس اللي انتوا عاملينه ده؟ بقالي ساعه قاعد بحاول افهم الفيلم بيقول ايه. ما هو ده مش منطقي يا استاذ احمد والله. وبعدين هو انهي قطر في الدنيا اللي بيقف ده؟ ما احنا عارفين كلنا ان القطر بيعدي ما في مين القطر اللي بيقف ده؟ وقف ازاي اصلا؟ يا ابن احمد السبكي صاحب القطر ده. يعني ايه صاحب القطر حضرتك؟ هو مش ده قطر الحكومه برضه ولا انا اللي فاهم غلط؟ هي مش القطوره دي بتبقى بتاعت الدوله؟ يا ابني هو احنا مش سايبينكم في البيت بتتخانقوا؟ لحقتوا تنزلوا امتى وتروحوا تقعدوا على البحر؟
لا ما تقولش هتطلقوا تاني، ما اكيد ما احنا بنعيد المشاهد، ما انا قلت قبل كده ان احنا بنعيد المشاهد. دلوقتي المفروض بقى يتطلقوا، استاذ محمد عطيه يغني ونلاقيه بيرسم خوخه بعدها تاني بسنه. احنا مش هينفع نعيش مع بعض. انا قلت ايه؟ والله قلت كده، قلت قالت له ايه؟ مش هينفع نعيش مع بعض. قلت لك هيتطلقوا والله. بنشوف بقى ابو الغضب وهو واخد الشله وراح يفك الحديد عند حداد، اللي هو رد الفعل المنطقي اللي كان المفروض نعمله من الاول يعني. ما تخافش، العيله عليها حارس. حارس ايه بس اللي هيقعد لغايه 5 الفجر ده؟ يا عم ابو لهب، لا اله الا الله، يعني ايه الحارس هيقعد لحد دلوقتي؟ الكفر اللي احنا فيه ده، الفيلم بدا يخش مننا في كفر كده. من اللا شيء بقى كده على دقدقه الحداد بنلاقي المزيكا بدات تشتغل، وايه اللي هيحصل؟ طبعا هنغني. يعني هنعمل ايه؟ ما احنا ما فيش حاجه نقولها في الفيلم، يا نعيد المشاهد يا نغني. بحبك يا حمار. اغنيه هتخلينا ننهق كلنا والله، يعني انا مش فاهم ده ايه بصراحه. عارفين الشنطه دي فيها كام؟ والله العظيم نسيت موضوع الشنطه، ولا كنت فاكر ان في شنطه اصلا احنا بندور عليه. المفروض بقى ان بعد كده بيحصل تطور رهيب في الاحداث يعني، وبنلاقي ان حجاج وصامبو خطفوا ادريس ومنى وامها، وبيتصلوا باحمد يقولوا له رجع الشنطه. فالمهم ان احمد بيفتكر فعلا ان ممكن يكون في شنطه في الشقه، فبيقوم يدور في الشقه وبيلاقيها تحت السرير زي ما انت شايف كده. لازم ناخد الناس دي معانا ونسيب المكان حالا. يعني انت حضرتك خاطف مراته وخاطف البيت كله عشان تقول له هات الشنطه، وقايل له انك في الفيلا عنده، فالراجل جالك عشان يديك الشنطه، تقوم انت تمشي قبل ما هو يجي؟ هو احنا بنلعب يا ابني؟ طب اعمل ايه يا رب بس؟ ما انت مش المفروض تعمل حاجه يا احمد، المفروض ان هم يقولوا لك هنتقابل فين. هم ما قالوش يا بابا. مش عايزين تقول الواد راح فين ولا ايه؟ يا ابني واد ايه اللي راح فين؟ يا ابني هو مش الواد ده انت بتكلمه في التليفون وقلت له انك في الفيلا والواد جاب الشنطه وجالك؟ هو ايه اللي راح فين؟ هو مين اللي بيدور على مين يا جدعان؟ يعني احنا مين بيدور على مين؟ ولا مين اللي مستني مين؟ ولا احنا كرمك؟ ايوه اختصار. انت قلقانه ليه حضرتك؟ ايه الرياكشن ده؟ يعني اكيد مش انت، اكيد لو فكروا يغتصبوا اكيد مش هتكوني انت. اهو شفتي طلعوا هبل اصلا، لا انت ولا هي، يعني هم طلعوا اغبياء اساسا. فالمهم يعني ان احنا بنروح لمشهد وهم كلهم نايمين، وبيصحوا من النوم يلاقوا سيد سرق الشنطه وما بقاش موجود، يعني كان بيشتغلهم من امبارح. فبيقرروا بقى ان هم هيروحوا يدوروا على سيد. منى يا ابني مونت ايه؟ هو انت عرفت مكانهم منين اصلا؟ يا حبيبي ما هو محدش قال لك هم فين، انت بقى عرفت المكان ده منين؟ ولا رحت لهم هناك ازاي؟ مين قال لك ان هم هناك اصلا؟ ايوه ده الطبيعي عادي، ان احنا بنروح نلحق اي واحد مخطوف وما معناش الشنطه، فاول ما بنخش بنزعق وبننده باسمه عشان نعرف الناس كلها ان احنا جينا. ما بنخشش بيدوق عادي نحاول نخرجه، لا بنزعق عادي. المهم بقى ان هم بيدور ما بينهم صراع وبيقعدوا يضربوا نار في الهواء كده يعني، وواحد بيقع من فوق برصاصه كأن احنا بنضرب نار في حاره عاديه، يعني مش كأننا المفروض مستخبيين يعني في حته بعيده ما حدش يعرفها. يا ابني طب ايه اللي حصل في بقيه الخناقه؟ يعني انت جريت سابوك كده خلاص عرفت تهرب؟ يعني ما فيش حاجه؟ مش المفروض ان العصابه دي تجري وراك؟ قال له اقتله، ومره واحده لقينا نفسنا في البيت. انت مش المفروض ان احنا لسه في مشاهد هروب بنضرب بعض بتاع، ولا احنا ايه اللي بيحصل؟ لا طبعا يا احمد، انا مش ممكن اسيبك في الظروف دي لوحدك. يا منى انا عارف الناس دول كويس. ظروف ايه يا بنتي اللي تسيبيه فيه لوحدها؟ هو طالع رحله وانت عرفتهم منين؟ احنا لسه عارفينهم النهارده الصبح لما خطفوا مراتك. بنشوف بقى مشهد ان سعد وريكو لقوا ابو الغضب وبياخدوا منه الشنطه ويطلعوا يجروا، وفي الناحيه الثانيه العصابه بتقرر ان هي هتروح تخطف خوخه. هو ما فيش حد بيتخطف في الفيلم ده الا خوخه، يعني كل ما نحتاج نوصل للشباب دي روحوا اخطفوا خوخه وتعالوا. فاحمد بقى بيقرر ان هو يرجع المرسم تاني، فبيلاقي خوخه مكتفينها كده زي ما انتم شايفين. يا ابني بتكتم بقها ليه؟ ما تسيبها تقوم معاك، ما احنا العصابه هنا كلنا محتاجين نبقى مع بعض. ازيك يا حماده؟ يا بنتي انتوا ايه اللي جابكم؟ هو في حد كلمكم؟ يعني انتوا جايين ليه؟ عرفتوا منين ان احمد هنا اصلا؟ ولا مين اللي قال لكم ان هو هنا؟ حد كلمكم انتوا؟ الله يخرب بيوتكم. فطبعا بما اننا بنعيد مشاهد الفيلم يعني، فهو واقف مع البنات، مين اللي هيطب عليه ويجي له؟ يلا بينا لا ده استفزاز بقى. انتوا قاصدين صح؟ انتوا قاصدين، انتوا جايين تخربوا بيته. وبتبدا الخناقه الجديده. صوت مين ده؟ فمره واحده كده بعد ما بيتخانقوا يعني، وهي نازله على السلم وسايباه وماشيه، بيقلب الفيلم بقى اكشن مره واحده. العصابه بتضرب عليهم نار، فبياخد منى ويطلع يجري. يا ريس ما تضربه بالنار، ما انت السلاح في ايديك عادي، وانت مش راجل شرير برضو عايز الشنطه؟ ما تضربه بالنار، ما هو كان قدامك. يا عم طب ما انتوا ممكن تقسموا نفسكم اتنين، مجموعه تمسك احمد ومنى ومجموعه تمسك سعد وخلاص وهنقفش الشنطه، انما ليه بنتحرك مع بعض؟ والله العظيم رئيس عصابه اغبى من اللي مشغلهم معاه، يعني هو في الاخر شاف ان سعد رمى الشنطه لاحمد، فمش يجري بقى ورا احمد ومنى، لا راح جري ورا سعد وريكو. يا ابني انت عايز الشنطه. المهم بقى بنكمل وبنشوف مشاهد مطاردات عبثيه كده يعني، كلهم بيجروا ورا بعض لحد ما بنوصل ان منى واحمد بيجروا في السكه الحديد كده، والناس كلها بتجري وراهم. ما شاء الله ضرب العصابه كلها بالشنطه عادي وهما بيخشوا بالدور. نستمر بقى على كده لحد ما الحكومه تيجي تمسكهم في الاخر وتمسك الشنطه وتريحنا من الفيلم ده كله. فاخر مشهد بقى بيكون بعد مرور سنه، ان احنا بنشوف احمد ومنى وهما بيحتفلوا في الفيلا بتاعتهم وبيحبوا في بعض والدنيا دباديب، والتيم كله بتاع الحاره موجود معاهم وبيرقصوا، وبيخلص الفيلم على كده. فبس هو ده كان فيلم النهارده. فمش عارف بصراحه، فيلم ملوش بدايه من نهايه، فيلم ما فيهوش قصه، انا ما فهمتش احنا كنا فين. الفيلم عدى وخلص، والشنطه اصلا افتكرناها في اخر 10 دقائق في الفيلم. يعني انا مش عارف بصراحه يعني
الحمد لله ان الحلقه دي عدت على خير، والحمد لله ان احنا قدرنا نكمل الفيلم لاخره. دي كانت حلقتنا النهارده. ما تنساش لو الحلقه عجبتك لايك شير سبسكرايب، ابعت الفيديو لاصحابك عشان هم كمان ما يتفرجوش على الافلام دي خالص، ولو عايزيننا نتكلم عن افلام تانية سيبوها لي تحت في الكومنتات عشان نتفرج عليها ونقول راينا. اشوفكم الحلقه اللي جايه، سلام.